ده بقى الجزء الثاني من الفيديو الخاص بمولانا الشيخ شعبان الصياد، وهو من مواليد سبتمبر 1940. ويقال انه والده الشيخ عبد العزيز الصياد كان قارئا للقرآن، وقيل انه كان يقرأ كثيرا في سردقات المآتم والعزاءات. وطبعا الشيخ الصياد صوته جميل جدا. وسنة 44 كان الشيخ الصياد ابتدى بقى يتعرف في قرى مدينة منوف، وبعدين دخل الأزهر الشريف وأصبح مشهورا ومعروفا في معهد منوف الأزهري الثانوي. وبعدين قرر مولانا يستكمل مسيرته في الأزهر العظيم، ومنذ دخوله كلية أصول الدين بالقاهرة وأصبح مشهورا ومعروفا لطلبة الكلية، خصوصا لما تخصص في شعبة العقيدة والفلسفة. فكان يقرأ دايما باستمرار في كل الحفلات اللي بتقام في كلية أصول الدين وفي جامعة الأزهر عموما. إنما حصلت حاجة غريبة جدا، إن مولانا الجليل رئيس دولة القرآن العظيم الشيخ مصطفى إسماعيل كان بيصلي الفجر، ورايح يعني في صلاة الفجر بالجامع الأزهر عشان يؤم المصلين، وإذا به وجد شابا يجلس في صحن المسجد وقد راح في نوم عميق وبيده القرآن الكريم. نظر إليه وفي يده الكتاب. وطبعا الشيخ مصطفى إسماعيل مشهور ومعروف، ما إن يذهب إلى مكان حتى تتجمع حوله وفود المحبين من كل مكان. جريوا الوفود حواليه وهم يعني يرون في سلوك جميل ورعاية وحنو من مولانا إسماعيل على الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. ويبدو أنه سمعوا إما في كلية أصول الدين أو في أي مناسبة أخرى، أو سمعوا في إحدى حفلات الأزهر، لكن قال لهم الشاب اللي انتوا شايفينه اللي نايم ده هيبقى له مستقبل عظيم في قراءات القرآن الكريم، وهيبقى له مكانة كبيرة جدا. سنة 66 اتخرج مولانا شعبان عبد العزيز الصياد من كلية أصول الدين، وصدر قرار بتعيينه معيدا في الكلية، لكنه رفض وقرر يذهب إلى معهد سمنود الأزهري، وكان هناك يعني يقرأ القرآن الكثير. ثم عمل في مديرية الأوقاف بشبين الكوم. وبعد كده أصبح مولانا شعبان عبد العزيز الصياد زائع الصيت جدا، كل الناس بتعرفه، حتى دخل امتحان لجنة القراء في الإذاعة المصرية والتلفزيون، وكانت مكونة من مولانا عبد الفتاح القاضي والشيخ الساكت ومحمد مرسي والشيخ رزق خليل حبة، وكانت بتضم الموسيقار الكبير محمود الشريف الذي رأى في صوته مقامات موسيقية جميلة جدا، وتم اعتماده في إذاعة مصر أو البرنامج العام وكل الإذاعات المصرية. وسمعوا الرئيس أنور السادات وأعجب بصوته، وكان أول قارئ يقرأ في مسجد القنطرة شرق بعد تحريرها من العدو الصهيوني بحضور الرئيس الراحل أنور السادات. طبعا مولانا شعبان عبد العزيز الصياد كان كثير الأسفار، خصوصا مع أستاذه ومعلمه مولانا محمد محمود الطبلاوي والشيخ راغب مصطفى غلوش.
قرأ في بداية ما يعرف ب وقتها يعني الإمارات العربية المتحدة، كانت لسه دبي بلد بحالها يعني لوحدها، وسافر الكويت. وكان جمال هذا الرجل إن كل القراء بيحبوه، بيحبوا يحضروه حفلاته يعني. وكان هو القارئ الوحيد اللي قرأ في جنازة الرئيس جمال عبد الناصر، ودي كانت نقطة فارقة في حياة مولانا شعبان عبد العزيز الصياد.